السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لوصفات العيد ونواعم العيد، هنعمل النهاردة الغريبة الناعمة، الغريبة الدايبة، الغريبة اللي بتدوب في البق، الغريبة اللي من جوه مستوية ومش معجنة. كل دي مصطلحات احنا بنستخدمها للغريبة اللي كلنا نفسنا نعملها. النهاردة هنعمل غريبة بدون أي افتكاسات وبدون أي مكونات صعبة، هنعملها بمكونات سهلة جدا. أنا هعمل الغريبة العادية الكلاسيكية اللي أمهاتنا بيعملوها، اللي كلنا نفسنا دايما نعملها، اللي هي اللي ايه، كل حاجة طبعا نص حاجة. يعني مثلا لو هستخدم كيلو دقيق هيبقى كيلو دقيق ونص كيلو من السمنة وربع كيلو من السكر. أنا هعمل النهاردة بكوبايتين دقيق بس، يعني كوبايتين دقيق، كوباية من السمنة، نص كوباية من السكر. بس في تركة كده هقولك عليها هتخلي الغريبة ليها طعم تاني وهتوديكي في حتة تانية. انا معايا كوبايه من السمنه، كوبايه سمنه عاديه، ممكن تكون بدرجه حراره الغرفه زي ما انا عاملاها كده، او لو عايزه تعمليها ساقعه مفيش اي مشكله. هحط عليها نص كوبايه من السكر البودر، وتكوني السكر انت طحناه ونخلاه كويس جدا علشان ما يخرصش معاكي. هبتدي ان انا اضربه لحد ما يبقى القوام بتاعه كريمي بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهحط عليه كيسين من الفانيليا. الحاجة بقى اللي هتخليه في حتة تانية، معلقتين من الحليب البودر، اللبن البودر، هحطهم دول هيدوكي طعم تاني، طعم حلو جدا. هحط عليهم معلقتين من الحليب البودر، وبعد كده هنزل بالدقيق بتاعي. لازم اعديه على مصفى كده علشان برضو لو في اي تكتلات ولا اي حاجة اكون ايه ان انا يعني شلتها بايديا. هنبتدي نعجن العجينة بايدينا كده، علشان طبعا ايديكي هي اللي هتحس العجينة. الحشوة دي بقى بتاعتك انتي، عايزة تحشيه اي حاجة براحتك. طبعا انا حطيت العجينة في التلاجة لمدة 10 دقايق، وابتديت ان انا بعد ما طلعتها ابتديت ان انا اشكلها على شكل الكور الصغننة كده، وحطيت لها مكسرات. دي الحشوة دي بتاعتك انتي، تقدري ان انتي تحشيها مكسرات، عايزة تحشيها سوداني، عايزة تحشيها كريز، براحتك خالص. هنا انا بعد ما حشيت الصينية كلها اهي، هبتدي ان انا احطها تاني في التلاجة لمدة 10 دقايق علشان تطلع متماسكة، ويطلع نفس الشكل ده، ويطلع نفس الشكل اللي انت شايفاه ده معاكي، عشان ما تفرش منك. بس طبعا علشان ان احنا نكون متأكدين هناخد 2 ونحطهم في الفرن، علشان بس ايه نتأكد اذا كانت العجينة كويسة ولا لا. لو العجينة كويسة معاكي، بصي طلعت اهي بعد ما دخلتها الفرن على درجة حرارة 180، 4 دقايق بالظبط. وابتديت ان انا اقلل الحرارة كمان. بعد ما طلعت بقى من الفرن، ما اوعي تيجي ناحيتها خالص لحد ما تبرد تماما، اوعي تمسكيها. اول ما تبرد معاكي تبداي ان انت بقى ايه تحطيها في العلب او تحطيها في المكان اللي انت ايه عايزه تحطيه. انا عندي اللي هي العلبه اللي هي المتشكله اللي هي الانصاص دي، ابتديت ان انا احطهم في ورق الكب كيك، ونزلت بيها على العلبه نفسها، علشان تديني برضو شكل حلو، وكمان تفضل محافظة على القوام بتاعها، وتفضل محافظة على شكلها، ما تتكسرش مني. طبعا الغريبة دي من الحاجات السهلة جدا اللي مش بتاخد اي وقت خالص. عايزة اتأكد ان لازم اما تيجي تعمليها لازم تكون بتلزق معاكي العجينة. لو لقيتيها بتلزق ما تخافيش منها، بصي ناعمة خالص معايا ودايبة خالص اهي، ما خدتش معايا اي وقت خالص، ولا وقت ولا مجهود. وما تعجنيش فيها، دي يا دوب ان انت بس بتلمي عجينتها، وهو ده السوا بتاعها. ما تفكريش ان انتي تخليها سوا اكتر من كده علشان ما تنشفش منك وما تبقاش محجرة. السوا بتاع الغريبة لازم بس تشم النار كده وخلاص، بعد كده تطفي عليها وتنزليها وتسيبيها لحد ما تبرد تماما، وبعد كده تبدأي ان انتي تمسكيها بايديكي. لو اول مرة تشوفي الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد.